حبايب قلب ام علاء وعلا، صباحكم فل وهنا. طبعا النهارده روتين جديد في يوم جديد. عايزه يلا اللي لسه ما اشتركتش في القناه يلا اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده فيديو حلو قوي يا جماعه لكل واحده الميه قطعت عندها. طبعا الميه قطعت عندي النهارده، الميه تقطع فيه، فانا كنت عامله حسابي قمت بدري خالص الفجر مليت ميه قبل ما الميه تقطع. تمام. فكنت سايبه بصراحه المطبخ كان عندي يضرب يقلب، يعني ما فضيتش خالص اشطبه لان كنت خلاص يعني نايمه واخره اساسا، بس كنت مشغوله في حاجات تانية كتير. فانا قلت الصبح ان شاء الله املى ميه بدري، ولو قطعت عليا اغسل بقى في الغساله واغسل الحاجات دي. طبعا مش هغسل ملابس ولا حاجه، لكن هغسل مواعين واطباق ومواعين ومواعين ركزوا معايا عشان لو انا اتلخبطت تصحصحوني. تمام. مش هيبقى انا اتكلم وحضراتكم مش مركزين معايا، يعني كفايه عليا سوق، انتوا قاعدين جنبي تعملوا ايه؟ فاكيد يعني انا سوق وانتوا تخلوا بالكم من الطريق. تمام. المهم دلوقتي بقى قعدت اغسل بقى، حطيت شويه ميه في قلب الطبق. صحصحوا معايا عشان احنا لسه بدري خالص، والدنيا يعني كده الواحد قايم من النوم كده لسه ايه مش مركز. تمام. حطيت شويه ميه صغيرين في قلب الطبق وبدات ايه ادعك كده المواعين بتاعتي او الحلل. طبعا هي قلبها ابيض يا جماعه زي البفته، زي قلبي بالظبط، اقسم بالله العظيم. بس من بره عادي بقى، يعني سمره بقى قمحويه مش فارقه معايا. المهم المواعين نضيفه وزي الفل من جوه. طبعا يا جماعه المواعين دي اللي انا متجوزه بيها بقالها زمان. هتقولوا لي بقالها كام سنه؟ اقول لك بقالها سنين السنين بقالها كتير قوي. فربنا يكرمني بقى ان شاء الله اجيب طقم حلو كده زيه وزيكم. تمام. بص بوريكم اهوت الطاسه الآلية كانت مش نظيفه خالص، وكان لازق فيها حاجات كتير، ففضلت ادعك فيها ادعك ادعك ادعك. اهم حاجه في حاجه الآلية دي او طاسه الآلية انت تدعكيها وتنضفيها باستمرار بعد ما تخلصي آلية، عشان ما تراكمش عليها زيوت ودهون، فبالتالي تسود وتبقى شكلها لا تسر عاد ولا حاجه فبدعكها اول باول كده تبقى نضيفه زي الفل كده. خلصت المواعين بتاعتي وفاضل الصينيه بقى. طبعا الصينيه دي اللي بروح الطابونه بيها او الفرن بتاع العيش، اجيب الصبح بدري العيش عليه. طبعا ان شاء الله نعمل ان شاء الله جوله بقى في الطابونه، وانا بجيب العيش كده بدري خالص والنهار بيشقشق مع زقزقه العصافير وانا بجيب العيش بدري. ان شاء الله هيبقى فيديو حلو قوي وممتع. وكمان هيحفزكم قوي ان انتوا تقوموا بدري تشوفوا حاجه بيتكم حاجه اولادكم. ولو انت بنوته يلا قومي ساعدي مامتك وقومي اغسلي لها مواعين وقومي شطري خليكي زي العسل. طبعا دلوقتي عماله اشد الصينيه تروح واقعه مني. بصوا الدنيا كده ايه متكركبه قدامي، مش عارفه اروح ولا اجي من الغساله لان المكان اللي انا فيه محكم قوي وضيق قوي. تمام. بدات اشطب بقى، كان شويه ميه في الجردل كمان. شطفت الصينيه وشطفت الصينيه دي. هتقولوا الصودا من بره ليه؟ هقول لكم عشان دي صينيه فرن، فطبعا بستخدمها في الفرن كتير، فبالتالي يعني بتبقى هي هتنها طول عمرها سودا مش هتنها، كفايه عليا انضف قلبها، ده اللي انا بقدر عليه. تمام. فبدات اشطب بقى المواعين وابتدي كده احطها في قلب الطبق. طبعا الحله كنت شايلها على الراس عشان طبعا الحله مش عارفه ادخلها ايه، احطها في الغساله من كتر ما الغساله بقت مليانه مواعين واطباق كتير قوي. بدأت بقى افضي كده وارص بقى على الحاجه، وابتدي اصفيهم او اخليهم يصفوا خالص، وابتدي بقى ادخلهم كده ايه في المطبخ. طبعا الطبق وقع مني فانا جبته بالكف اللي هو بص اكني بخبز يا جماعه. ما هو المكان اللي جنبي ده فيه فرن الخبيز، ان شاء الله نخبز بقى ونعمل كل حاجه. وداخل علينا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، كل سنه وانتم طيبين. نعمل كحك وبسكوت وغريبه وبتفور وقرص طريه وقرص ناشفه، وهنعمل كل المعجنات بتاع رمضان. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، وكل سنه والامه الاسلاميه طيبه وبخير. وكده الفيديو خلص وخلصت مواعيني، ومع السلامه.